ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ياسمين وهو شو الحرمة وخارج هو خرج غينتربص. شو كان غينترولي شو شو كدير. شهدت مدينة فاس واقعة مثيرة بعدما تمكن مواطن من توقيف شخص يشتبه في تورطه في عملية سرقة استهدفت نساء بعدد من أحياء المدينة، وذلك بعد مطاردة مثيرة انتهت بإسقاط المشتبه فيه أرضا والسيطرة عليه. وحسب المعطيات المتداولة فإن المشتبه فيه كان قد نفذ عملية سرقة سابقة بحي طارق قبل أن يعود صباح اليوم الموالي لمحاولة تنفيذ عملية سرقة جديدة بشارع الشفشاوني، حيث كان يخفي وجهه بواسطة قناع لتفادي التعرف عليه من طرف الضحايا أو كاميرات المراقبة. غير أن تدخلا بطوليا لمواطن من مدينة فاس غير مجرى الأحداث، حيث قام هذا الأخير بتعقب المشتبه فيه باستعمال دراجة نارية ولم يتردد في مطاردته إلى أن تمكن من إسقاطه أرضا وشل حركته قبل أن يتم توقيفه بمساعدة بعض المواطنين، حيث تم تسليمه للمصالح الأمنية. وقد خلف هذا التدخل إشادة واسعة من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن ما قام به هذا المواطن يجسد روح المواطنة الحقة ويعكس قيم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع في مواجهة الجريمة. وتعد هذه الواقعة التأكيد على أهمية اليقظة والتبليغ عن مثل هذه الأفعال الإجرامية، كما تبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المواطن إلى جانب المصالح الأمنية في الحفاظ على الأمن العام والنظام العام. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى هذه الحادثة مثالا على أن تضافر جهود المواطنين والأمن كفيل بالحد من مثل هذه السلوكيات الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن داخل المجتمع.